السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير. اذا كنت لاول مره كتشاهد القناه ما تنساش دير لنا اشتراك فيها وشي كومونتير محفز فضلا وليس امرا. نايضه السلطات تقوم بتحرير ملك العام. طبيعه الحال ملك العام اللي كيستغلوه بعض الاشخاص مثل المقاهي ومثل هاد الاشخاص الاخوان كيقوموا ببنايات او المقاهي كيخرجوا الكريس قدام ملك العام في الطريق وكيستغلوا ملك العام وكيحطوا تما شي حاجه وكيستغلوا ملك العام. السلطات تقوم بهدم كل من يستغل ملك العام. فالكل هنا يرى في هذا الفيديو كتشوفوا واحد السيد انه بنى بنايه على الاشجار واستغل البوطو ديال الضوء حتى هو وبنى عليه وسد الطريق لهذه الطريقه الاخوان اللي هي الملك العام ديال اي مواطن عنده حق يدوز مع الطريق. فاحنا كنتواجدوا بمنطقه سيدي مومن الملحقه الاداريه الامان. هذا الحي سميتو حي النهضه. في الازقه وفي الشوارع خصوصا هاد ملك العام الاخوان العديد ديال المقاهي كيستغلوا ملك العام، وهاد ملك العام راه في صالح اي مواطن عنده حق. وحنا كنشوفوا الاخوان في المقاهي ولاو كيستغلوا الطريق ولاو كيسدوا الطريق، والمعضله الكبيره هي ان شي واحد مثلا في المقاهي خرج الكريس ديالو على برا وإلا جلستي او لا كارثه عظمى تقدر توصل حتى وياها لمول القهوه ويقول لك علاش وهادي وعلاش حيدتي لي الكريس وعلاش خليتي هذا المكان ديالي. الملك العام ولاو كيستغلوا هاد الناس بدون حياء ولا يستحيوا من عند الله سبحانه وتعالى، ولاو كيستغلوا بطريقه غير قانونيه. لذلك السلطات مشكورين على هذا العمل الجبار. محل تجاري قام ببناء امور اللي منعات وكل التعليمات اللي ولات كتخرج من عند سيد الوالي لكل مدينه. وهنا في سيدي مومن الان كيهدموا بزاف ديال الطريطوارات وبزاف ديال السكان اللي مخرجين غير قانونيين ولاو كيسدوا الطريق. لذلك الاخوان القانون اصبح صارما. الملك العمومي ومنع الموت تجاه هذو الاشخاص سيقومون بكل هدم هذه استغلال اللي كيستغلوه هاد المواطنين. ذلك المواطن اصبح غير قادر على ان هذا الشيء يوقع. كيتوصلوا شكايات وكيدفعوا شكايات ديالهم من اجل هدم يقوموا بسلوك غير قانوني. ذلك كيستغلوا الملك العام. لذلك السلطه كتقوم بتحرير مكان العموم. الناس يستافدوا من الملك العام لان هذا الملك ليس لشخص واحد بل للجميع. ولذلك السلطات مشكورين على هذا العمل الجبار. وانتم كتشوفوا الاخوان اشنو وقع في سيدي عبد الرحمن بالدار البيضاء اي الضريح. هنا بانت الشعوذه اللي كانت تم هدم بيوت المشعوذين اللي كانوا كيتواجدوا جنب الضريح. لذلك ولاو قوانين صارمه ولاو قوانين كيطبقوا على اي واحد مهما كان المستوى ديالك. فالقانون فوق الجميع. القانون فوق الجميع. القانون عالي ولا يعلى عليه. لذلك حتى شي واحد ما عنده الحق يدير في هذه البلاد اللي بغى. راه كاين القانون كيطبق على اي واحد. غير مولا نوبه تسلنا النوبه ديالك حتى تجي الفرصه وغادي ادي ثمن الخيانه ديال الوطن. لذلك سيدي عبد الرحمن بالدار البيضاء الضريح فاصبح الضريح وحده واحد ولا يوجد فيه اي مكان للشعوذه واي بيت تم من اجل المشعوذين. حقا ضاعوا ناس
حقا كانوا ناس متقي الله وراحوا ضحيه ديال هذوك البنايات. ربما كان احصاء، وربما كانوا محصين شي ناس باش يعطيوهم يستافدوا، وكاين شي ناس اللي ضاعوا. احنا بطبيعه الحال ما غاديش نقولوا كلشي استافد، كاين ناس اللي ضاعوا تما في السكن ديالهم، سنوات هما ساكنين تما وضاعوا ما غيتعوضوش مع الاسف. لذلك كاينين تنقولوا حوته وحده كتخنس الشواري. الا كانوا الناس مزيانين كانوا الناس كيديروا التعويض، كيضروا ناس اخرين، ما كيخافوش الله. انا شفنا في الفيديو الاخوان كاين واحد المكان تما في جرب الصخر ديال البحر عامر بالشيتات وعامر بالملابس الداخليه. مع الاسف الشديد شنو هو هذا الشيء؟ تعويض. لذلك كشف على هذا المكان وتعرى هذا المكان، ودابا اصبح فارغ من الشعوذه، وهذا ما قامت به السلطات مشكورين، والسيد الوالي اللي قام بالتعليمات، عطى التعليمات ديالو بهدم المكان جنب الضريح. والله لا عمل جبار. والان حنا كنشوفوا التحرير ديال الملك العام. الملك العام اللي ولاو ناس كيستغلوه، ما كيخليوش شي واحد انه يدوز في الشارع وهو مرتاح وعنده حق اي مواطن. لذلك مشكورين على هذا العمل الجبار. نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه، ما تنساوش ديروا اشتراك فيها وشي كومونتير للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.